العاشرة تماما بتوقيت العاصمة أسمر. إلى حضراتكم نشرة الأخبار مستهلة إياها كالمعتاد بأهم وأبرز العناوين. إصابة 30 مواطن بفيروس كورونا اليوم. دور المرأة في إحداث التغيير المجتمعي. تأهيل المعلمين الجدد في حكات. لافاروف يحذر من عودة سيناريو المواجهة بين روسيا وأوكرانيا. الإمارات تشتري 80 طائرة رافال في صفقة تاريخية مع فرنسا. روسيا تنشر منظومة صواريخ في جزر الكوريل المتنازع عليها مع اليابان. إعلان وزارة الصحة. أعلنت وزارة الصحة أن الفحوصات المخبرية التي أجرت اليوم في مراكز العزل والفحص في أقاليم الأوسط وعنسبة والجنوبي قد أظهرت إصابة 30 مواطن بفيروس كورونا، وقد ظهرت 12 إصابة في مركز الفحص في الأقليم الأوسط، 2 في غودايف، وواحدة من سانت أوتو وعداد وحزحز ودباروا ولعيتان ومايغوغح، و11 إصابة في إقليم عنسبة، 6 منها في مركز العزل في كرن، و5 في مراكز الفحص، 3 في علبرعد، و2 من حقاد، و7 إصابات في مراكز الفحص في الأقليم الجنوبي، 4 منها في مندفرة، وواحدة في كل من عدقيح وصنعفي وحلحله. في غضون ذلك شفي 47 مرضى كورونا كانوا يتلقون العلاج في المستشفيات، 30 من الأقليم الجنوبي و17 من الأقليم الأوسط. وتوفي مريض كورونا يبلغ 80 عاما من الأقليم الأوسط. وبهذا بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد حتى الآن 7442، شفي منهم 7190، وتوفي 61 مريضا، فيما لا يزال 191 مرضى يتلقون العلاج في المستشفيات. وزارة الصحة 3 ديسمبر 2021. تساهم سدود مديرية حلحل في التنمية الزراعية المروية إلى جانب توفير مياه الشرب. وأوضح منمو البساتين أن السدود مكنتهم من التنمية الزراعية لكامل السنة، داعين لحل نواقصهم لرفع الإنتاج كما ونوعا، مشيرين إلى استجابة إدارة الإقليم لتوسيع الأراضي الزراعية وترشيد استهلاك المياه. وذكر المزارعون أن نقص الأسمدة والمبيدات الحشرية والمواصلات من المصاعب الأساسية التي يواجهونها. من ناحية ثانية، أوضح الشاب دانييل تاغاي العائد من ألمانيا نهائيا عام 2017 تحقيقه نتائج مشجعة من زراعة الثوم والبطاطس في حلحل. وقال مسؤول مكتب الزراعة في مديرية حلحل السيد ولد ميكائيل برهاني بشأن متطلبات المزارعين إن وزارة الزراعة وإدراكا لأضرار الأسمدة الحديثة تشجع المزارعين لاستخدام السماد الطبيعي وتوزيع المبيدات بكميات قليلة للحد من تلوث المياه والتربة والهواء، موضحا الدفع بإدخال زراعة القمح من البذور المحسنة. أشار اللقاء الذي عقد في مدينة عصب إلى أن الإناث هن أكثر مساهمة في إحداث التغيير المجتمعي الذي يردنه. وفي اللقاء الذي عقده مسؤول الاتحاد الوطني للشباب وطلبة إريتريا في إقليم جنوب البحر الأحمر الشاب عثمان عبد القادر في 1 ديسمبر لطالبات المرحلة الثانوية، أوضح فيها بأن العادات الضارة للمرأة وتطويرها يتم حدها عن طريق جهد المرأة ذاتها، ويجب عليهن أن يكون المحرك الأساسي، وعلى الجهات الأخرى تقديم الدعم لهن. وأوضح بأن الاتحاد يسعى جاهدا مع شركاء العمل للارتقاء بمساهمة الإناث في مائدة التعليم، مناشدا إياهن لتقديم أو لتقوية الجهود مدركات أهمية الفرص المتاحة. من جهته قال مسؤول وحدة التوعية والمعلومات في فرع الصحة بالأقليم السيد محمد ناقوسي أنه رغم أن الأعمال الحد من العادات الضارة في بلادنا تخص الجميع، إلا أنه يجب على المرأة العمل للحد من زواج القاصرات وختان الإناث التي تعرقل التعليم وتسبب في المشاكل الصحية للمرأة.
من جهته ناشدت المشاركات القيام بتوعيات مكثفة في أوساط المجتمع حول أسباب وأضرار العادات الضارة، مرفقا بفيديوهات وكذلك تطبيق التعليمات الصادرة للحد من تلك العادات الضارة على أرض الواقع جيدا، وغيرها من الآراء والاستفسارات. تلقى المعلمون الجدد في مديرية حقات دورة تأهيلية للدفع بالعملية التعليمية ونقل المعرفة جيدا، وتضمنت الدورة التأهيلية التي أشرف عليها قدام المدراء والمشرفون التربويون أخلاقيات المهنة وإدارة الفصل وأسلوب التدريس وإعداد الخط والتقييم وغيرها. وقال مسؤول التعليم في إقليم عنسبة الأستاذ كفله عند ميكائيل إن التأهيل يساعد لجودة العملية التعليمية، داعيا المعلمين الجدد لإحداث تغيير بالتعاون مع قدام المعلمين. وأوضح المدير التنفيذي في إدارة مديرية حقات السيد تخلة هيمانوت موسائيل أن حل النقص في المعلمين يدفع العملية التعليمية إلى الأمام. وأشار ممثل مكتب التعليم في مديرية حقات الأستاذ إدريس عبدو أن توظيف 194 معلما جديدا في المديرية يسهم كثيرا لحل النقص. استشهد يوم أمس 2 من ديسمبر المناضل المقدم برهان نقاش عن عمر 69 عاما جراء مرض ألم به. التحق المناضل الشهيد برهان نقاش في صفوف قوات التحرير الشعبية عام 1975، وخدم في جهاز المالية والمحاسبة وجهاز التسليح والإمداد، وفي القوات المقاتلة في اللواء 31 والفرقة العسكرية 61 والقوات البحرية بمختلف مستويات المسؤولية. وبعد الاستقلال عمل في إدارة الإقليم الأوسط مديرا عاما لقسم الخدمات الاجتماعية ومسؤول الإدارة والمالية. والمناضل الشهيد برهان نقاش رب أسرة وأب ل3 أبناء، وقد وري جثمانه الثرى ظهر اليوم الجمعة 3 من ديسمبر في مقبرة الشهداء بأسمرة. وتعرب إدارة الإقليم الأوسط عن بالغ حزنها لاستشهاد المناضل المقدم برهان نقاش، وتقدم تعازيها لأسرته ورفاقه وزملائه. نشرتنا تتواصل بعد الفاصل، ابقوا معنا. نبه وزير الخارجية الروسي سيرجي لافاروف من أن سيناريو المواجهة العسكرية المرعب بدأ العودة إلى أوروبا على خلفية التوترات المتصاعدة بشأن أوكرانيا. ووجه الوزير الروسي خلال اجتماع منظمة الأمن والتعاون في أوروبا في ستوكهولم الاتهام إلى حلف شمال الأطلسي بتقريب بنيته التحتية العسكرية من الحدود الروسية. ودعا الغرب إلى درس المقترحات التي ستقدمها موسكو في المستقبل القريب لمنع توسع التحالف إلى الشرق. ثم التقى لافاروف نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن لمدة نصف ساعة، وأكد سيرجي لافاروف الذي كان جالسا إلى جانب بلينكن أنه يريد السعي لتحقيق توازن في المصالح. من جهته دعا بلينكن موسكو إلى خفض التصعيد والدبلوماسية فيما تتهم أوكرانيا وحلفائها روسيا بالتحضير لغزو على حدودها. وعقد اللقاء قرب ستوكهولم على هامش الاجتماع السنوي لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، وهي من منتديات الحوار الدولية القليلة التي تضم الولايات المتحدة وروسيا. وقعت الإمارات وفرنسا اتفاقية لشراء 80 طائرة مقاتلة من طراز رافال حسب ما أعلنت الرئاسة الفرنسية في بيان، وذلك خلال زيارة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى دبي في بداية جولة خليجية سريعة. كما وقعت أبو ظبي اتفاقية لشراء 12 طائرة مروحية من طراز كاراكال. ورأت الرئاسة الفرنسية في بيان صحفي أن هذا إنجاز كبير للشراكة الاستراتيجية بين البلدين الحليفين. وتعد هذه أكبر طلبية خارجية للطائرات الفرنسية المقاتلة منذ دخولها الخدمة في عام 2004.
ووصفت وزيرة الجيوش الفرنسية فلورنس بارلي الصفقة بعقد تاريخي بلغت قيمته عدة ملايين يورو. نشرت روسيا منظومة للدفاع الصاروخي الساحلي في جزر الكوريل بالمحيط الهادي المتنازع عليها مع اليابان. وأعلن أسطول المحيط الهادي في البحرية الروسية نشر منظومة باستيون في جزيرة ماتوا النائية بجزر الكوريل للمرة الأولى. وأضاف أن أطقم هذه المنظومة ستراقب منطقة المياه والمضائق المجاورة على مدار 24 ساعة حسب ما أفاد موقع روسيا اليوم. وأشار الأسطول إلى نقل معدات المنظومة الصاروخية وأفرادها وعتادها إلى الجزيرة بواسطة سفن إنزال ضخمة تابعة له، مشددا على تأمين كل الخدمات اللازمة والظروف المعيشية الملائمة لعمل هؤلاء الأفراد. حذرت مديرة صندوق النقد الدولي كراستالينا جورجيفا أن من الدول الفقيرة قد تواجه انهيارا اقتصاديا ما لم تتفق الدول الأكثر ثراء في العالم على تكثيف جهود تخفيف أعباء الديون عنها. وقالت جورجيفا إن نحو 60% من البلدان المنخفضة الدخل تعاني بالفعل من أعباء الديون أو هي معرضة لهذا الخطر بشدة مقارنة بأقل من نصف هذه النسبة عام 2015. وأطلقت مجموعة 20 للدول صاحبة الاقتصادات الكبرى مبادرة تعليق خدمة الديون في ربيع 2020، والتي تهدف إلى تجميد مؤقت لمدفوعات البلدان المنخفضة الدخل التي واجه العديد منها بالفعل أعباء ديون ثقيلة قبل انتشار جائحة كوفيد-19. ومع ذلك سينتهي سريان هذه المبادرة بحلول نهاية العام. انتهت النشرة، إليكم أبرز ما جاء فيها. إصابة 30 مواطن بفيروس كورونا اليوم. دور المرأة في إحداث التغيير المجتمعي. تأهيل المعلمين الجدد في حكاد. لافاروف يحذر من عودة سيناريو المواجهة بين روسيا وأوكرانيا. الإمارات تشتري 80 طائرة رافال في صفقة تاريخية مع فرنسا. روسيا تنشر منظومة صواريخ في جزر الكوريل المتنازع عليها مع اليابان. إلى اللقاء.